اهلا وسهلا بكم بقناة ماتن. اكلتنا اليوم تونسية جزائرية، مدربة الباذنجان. يمكن الاسم يكون شوية غريب بس الطريقة والمكونات سهلة واكيد مسويها احنا. نقدر نقول عليها مرقة باذنجان بالحمص طبعا، بس راح اسويها على طريقتي بالطريقة اللي احنا ناكلها. باذنجان، حمص، يفضل يكون مو مجروش صحاح، حتى لو معلبات عادي، انا هذا اللي راح استخدمه. هاي الوجبة عندي اللي خلصت، وهنا الوجبة الثانية. طبعا قبل ما اقليه نقعته بمي وملح شغلة ربع ساعة، بعدها صفيته. باذنجان مو الا يكون بهذه الطريقة او بهذا الحجم او هذا اللون، اي نوع باذنجان، الاسود، البنفسجي، تقطعوه حلقات، تقطعوه اصابع، تقشروه ما تقشروه، هذا الشيء راجع لكم. المهم المكونات نفسها. الجدر على النار بنفس الدهن مال الباذنجان راح نضيف بصل ناعم محنشة، ثنين ثوم قطعتهم حلقات، والحرارة عندنا على الوسط. بس ينحمس البصل والثوم راح نضيف طماطة، تقدرون تقطعوها او انا هنا عندي طماطة يعني مثل ما نقول مضروبة بالخلاط. الحرارة هنا على الاثنين او على الواحد اذا كلش عالي عندكم، حتى تبدي تاخذ راحتها الطماطة بالحمس. ضفت القليل من الفلفل الاسود والكاري وقطعة ماجي، وراح اضيف دبس الرمان، وبعد 3 دقائق تقريبا اضيف الحمص بعد ما صفيته من المي. احركه دقيقة نضيف عليه المي الحار. ضفت المي الحار وبعد ما يغلي عندنا تماما راح نخليه على نار ناصية لمدة ربع ساعة. راح اشوي دجاج، تقدرون تحمسون لحم او تحمسون دجاج براحتكم. دجاجتين غسلتهم كل زين، نقعتهم بملح وخل ابيض وليمونة واحدة عصرتها وبقيتها هي وقشرها، وضفت القليل من ملح الليمون اللي هو اللمندوزي. راح اعوفها ساعتين تنقع، بعدها انشفها واشويها. واخر شي بعد ما نلاحظ المرقة مالتنا او الصلصة ما محتاجة اي شي، انا ضفت لها شوية ملح، ما اريدها تخف اكثر يعني الباذنجان قطع شوية ثخينة حتى يستوي. راح نضيفه بهذه المرحلة ونتركه ربع ساعة. طبعا بعد ربع ساعة تكون الاكلة جاهزة، يبقى بس التمن كل من يسويه على طريقته. هذا كان فيديو اليوم، هذه كانت اكلتنا. شكرا لكم ومتابعتكم، مع السلامة.